وعلشان وصفات البطاطس مش بتخلص هنحضر طبق جانبي حرش وطعمه حلو جدا، ومش هتصدقوا قد ايه سهل وبسيط. تقدروا تستخدموا ابسط انواع الخضار اللي موجوده عندكم في البيت. انا هستخدم 3 حبات من البطاطس، هقشرهم وبعد كده اقطعهم لمكعبات صغيره يعني قد اللقمه كده، وبعد كده اغسل البطاطس كويس جدا. هقطع كمان فلفل رومي الوان مكعبات صغيره، وتقدروا تستخدموا الاخضر بس. حلقات كمان من الفلفل الحامي علشان تكون سبايسي وطعمها حلو جدا. شويه كده من البقدونس والكزبره غسلتهم وهقطعهم بالسكينه. بصلايه كبيره هقطعها مكعبات، وكام فص كده من الثوم هفرمهم فرم ناعم. بعد كده بقى هنقلي البطاطس ونصفيها كويس جدا من الزيت، وتقدروا تقلوها في الاير فراير. طاسه بقى وفيها معلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من الزبده. اضيف كده البصل وافضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي غامق. بعد كده اضيف الثوم المفروم واقلب كويس قوي. وبعد كده اضيف الفلفل الحامي وبرده اقلب. اضيف كمان الفلفل الرومي المكعبات واقلب كويس جدا. اتبل بقى الحاجات الحلوه دي كلها بالملح، الفلفل الاسود، السبع بهارات، معلقه صغيره من الخل، واقلب كويس قوي. اضيف كمان نص كوبايه من الميه علشان تعمل صوص وما تبقاش ناشفه كده في بعضها. ارجع اضيف البقدونس والكزبره واقلب، واخر حاجه البطاطس المقليه واقلب كويس جدا. هنحط بقى كل الحاجات الحلوه دي في طبق التقديم. تقدروا تاكلوها بالعيش البلدي او تقدموها جنب الاطباق الرئيسيه، بس انا قدمتها مع خبز محمص في الفرن مع رشه من الزعتر. مش قادره اوصف لكم جميله قد ايه وبتاكل قد ايه. بالف هنا وشفا وباي باي.